طلبة وطلبات الصف السادس الإعدادي هناخد مع بعضينا كده درس. الدرس ده اسمه تعيين الدائرة. ركزوا معايا. كلمة تعيين الدائرة، تعيين الدائرة، لما أشوف كلمة تعيين هي كلمة إيه؟ رسم. عشان أرسم دايرة لازم يبقى عندي معلومتين، لازم أحدد حاجتين. أول حاجة أحدد المركز بتاع الدائرة، يعني دائرة مثلا مركزها ميم. وتاني حاجة أحدد طول نصف القطر اللي هو نق. يبقى مثلا هيقول لي ارسم دائرة، ارسم دائرة ميم، خلاص أنا عرفت مركزها ميم. طول نصف قطرها 5 سنتي، يبقى طول نصف القطر 5 سنتي. نفتح البرجل بتاعنا 5 سنتي ونبدأ نرسم، يبقى نثبت سن البرجل هنا عند المركز ونرسم الدايرة بتاعتنا. أبدأ أرسم الدايرة بتاعتنا، هيبقى طولها عندي هنا طول نصف القطر كام؟ 5 سنتي، وخلصت على كده. يبقى إذا دايما بيقول لي لتعيين دائرة أو رسم دائرة لازم أبقى عارف معلومتين. إيه المعلومتين دول؟ لازم أحدد المركز ولازم أحدد طول نصف القطر. يبقى الرسم دائرة أو تعيين دائرة لازم أعرف معلومتين، مركز الدائرة وطول نصف القطر. ركزوا معايا كده، لو عندي نقطة معلومة عايز أعرف ممكن نرسم كام دائرة تمر بنقطة معلومة. يعني عندي كده نقطة، عايز أعرف كام دائرة تمر بالنقطة. يعني ممكن نرسم النقطة دي عدد لا نهائي من الدوائر. ازاي؟ أنا عندي أثبت البرجل بتاعتي كده في أي مكان، أو ثبت البرجل وأبدأ أرسم كده أهو. عندنا هنا الدائرة اللي أنا هرسمها هتبدأ تمر بالنقطة دي. هبدأ أرسم الدائرة، أدي هنا أكملها كده. أدي رسمت أول دائرة. هبدأ أغير طول نصف القطر أهو، وهبدأ أمر بنفس النقطة، النقطة الزرقاء دي. نبدأ نرسم. أدي عندنا هنا جيت راسم دائرة تاني. طيب هبدأ أثبت كده وأبدأ أرسم. أدي النقطة بتاعتنا أهو اللي هي الزرقاء دي. هبدأ أرسم. ثلاثة. هبدأ أثبت هنا سن البرجل وأبدأ أدي النقطة بتاعتنا وأبدأ أرسم دائرة. أدي رسمنا 4 وهكذا. يبقى إذا ممكن نرسم كام دائرة تمر بنقطة واحدة كده معلومة، نقطة واحدة معلومة. يبقى أقول كده عدد لا نهائي من الدوائر، عدد لا نهائي من الدوائر. طيب طبعا احنا فهمنا ازاي نرسم دائرة تمر بنقطة، بس نلخص اللي احنا قلناه. عندي عشان ارسم دائرة تمر بنقطة بيبقى عندي نقطة كده، عايز اعرف كام دائرة تمر بالنقطة دي. واحنا بنشرح قلنا عدد لا نهائي، يعني ممكن ارسم ادي اهو دايرة مرت بالنقطة دي، ممكن ارسم دايرة تاني اهو مرت بنفس النقطة، ممكن نرسم دايرة تالت اهو تمر بنفس النقطة. يبقى النقطة الواحدة ممكن نرسم كام دايرة تمر بيها؟ يبقى عدد لا نهائي من الدوائر. يبقى لو عندي نقطة معلومة بنسميها نقطة معلومة أو نقطة في المستوى، السبورة اللي بنرسم عليها بنسميه مستوى. يبقى لو عندي نقطة معلومة أو نقطة في المستوى ممكن نرسم عدد لا نهائي من الدوائر تمر بالنقطة. سؤال بيتكرر كتير في الاختيارات يقول لي كده:
عدد الدوائر التي تمر بنقطة معلومة. يبقى بيقول لي بنقطة معلومة ويسكت، كام دايرة ممكن نرسمها تمر بنقطة؟ يبقى عدد لا نهائي من الدوائر. لو عندي كده نقطتين معلومتين، عندي كده نقطة مثلا اسمها ألف، وعندي نقطة تاني اسمها باء. نبدأ كده عايزين نعرف كام دايرة تمر بالنقطتين دول. هنا هتمر بالنقطتين دول عدد لا نهائي برضه من الدوائر. طب ازاي؟ أول خطوة بعملها عشان فاهم هقيس المسافة دي. المسافة بين النقطة دي والنقطة دي، المسافة عندنا هنا 24. طب يبقى أول خطوة قيس المسافة. تاني خطوة هبدأ أوصل في استخدام المسطرة بتاعتها كده أهو. طيب بعد كده هبدأ أفتح البرجل، هنرسم حاجة اسمه محور تناسب. اللي هو إيه محور تناسب؟ خط مستقيم عمود على القطعة المستقيمة ونصفها. بس هنعمله بالأدوات عشان نبقى فاهمين. المسافة دي كلها 24 سم. هفتح البرجل بتاعنا ده أكتر من نص المسافة. نص المسافة كام؟ 12. هبدأ أفتح البرجل عندنا أكتر من 12. يبقى أكتر من نص المسافة. يبقى عندنا نفتح البرجل بتاعنا كده، حاجة عندنا كده حوالي 18 مثلا. يبقى هفتح البرجل أكتر من نص المسافة. المسافة بتاعتنا كلها كام؟ 24 صار 12. أفتح البرجل أكبر من نص المسافة. هثبت سن البرجل مرة عند ألف كده، عند ألف كده، وأبدأ أعمل قوس تحت كده، وكنا بنعمل قوس فوق الخط. طيب وأثبت سن البرجل عند باء، وأعمل قوس فوق وقوس تحت. بعد كده هشيل البرجل. هلاحظ حاجة عندي، القوسين تقاطعوا في النقطة دي والنقطة دي. باستخدام المسطرة بتاعتنا هنوصل النقاط دي ببعض. هبدأ أوصل النقاط دي كده. اللي رسمناه دوت اسمه محور تناسب. يبقى تعالى تاني قبل ما نكمل. يبقى أول خطوة عندنا عند النقطتين وصلتهم، قست المسافة دي 24 نص 24 12. تحت البرجل أكتر من 12 13 14. وقفنا هنا عملنا قوس فوق وقوس تحت، وقفنا هنا قوس فوق وقوس تحت. وصلنا التقاطع رسمنا محور تناسب. دي أول حاجة. طيب قال لي أي دايرة هتمر بالألف والباء مركزها هيبقى على محور تناسب. يعني أنا لو اعتبرت ده المركز بتاعنا، المركز بتاعنا ده هيمر بالنقطة ألف باء. يبقى أي نقطة تمر بالألف والباء موجودة على محور تناسب. يبقى جميع الدوائر التي تمر بالنقطة ألف وباء تقع على محور تناسب ألف باء. دي معلومة مهمة. أهو جميع الدوائر التي تمر بالنقطتين ألف وباء تقع جميعا على محور تناسل ألف. يعني هتقع يعني أي مركز هيبقى هنا طيب نشوف إزاي. ركزوا معايا. يعني نعتبر مثلا عندنا هنا، هعتبر النقطة دي المركز مثلا. هبدأ أثبت كده سن البرجل عند المركز بتاعنا، وهبدأ أرسم كده دائرة. الدائرة دي لما أجي أرسمها لازم هتمر بالألف والباء. طيب هبدأ أشوف كده، أنا أثبت أهو، أدي عند ألف أهو، وهبدأ أرسم كده الدائرة بتاعتي. الدايره بتاعتنا هنا برضه النقطه الف النقطه ايه؟ باء. هنا طبعا. طيب هثبت سن البرجل في مكان تاني، وليكن ادي ده المركز الاول اللي احنا وصلنا له. ممكن نخلي المركز بتاعنا هنا
ادي اثبت المركز عند النقطه الجديده دي، ده المركز. هبدا كده اهو، هبدا ارسم دايره جديده. الدايره الجديده برضه بتكون مين؟ الف وباء. طب هبدا اثبت سن المركز، اعتبر ان المركز النقطه دي. يبقى نثبت سن المركز اهو عند النقطه دي، وهبدا كده امر بالله اهو، نبدا نرسم. هلاقي الدايره برضه بتمر بمين؟ بألف. طيب يبقى انا رسمت لحد دلوقتي الثلاث دوائر، ممكن نرسم دايره رابعه وخمسه وكذا. يعني ممكن نخلي المركز بتاعنا النقطه دي مثلا، ونثبت السن عندنا اهو عند النقطه دي، ونقف عند النقطه أ او النقطه ب، ونبدا نرسم دائره برضه هتمر بالنقطه أ والنقطه ب. يبقى انا دلوقتي رسمت كام دايره كده؟ اربعه، ينفع نرسم كتير. يبقى اذا لو ادي النقطتين ممكن نرسم كام دايره من النقطتين؟ عدد لا نهائي، برضه عدد لا نهائي. بس ركزوا معايا في ده. يبقى اذا دايما نركز الدوائر اللي بتمر بألف وباء موجوده على مين؟ على محور تناسل القطع المستقيمه لله. عندنا هنا ملاحظه مهمه جدا، لو عندي ألف وباء اللي هو النقطتين اللي بنحكي عليهم، عندي نقطة اسمها ألف وعندي نقطة اسمها باء. معلومتين. طيب قلنا أول حاجة بنرسم القطعة المستقيمة، بعد كده ببدأ أرسم محور تماثل زي ما احنا قلنا. بيقول إيه؟ لو أنا قلت كام دايرة كله بالألف والباء عدد لا نهائي. لكن لو هو حدد لي بقى البعد بين ألف وباء واداني نصف القطر، يعني قال لي نصف القطر بتاعنا أكبر من نصف المسافة. يعني المسافة دي مثلا 10 سم، ألف باء دي 10 سم. لو قال لي نق اكبر من نص المسافه، نص ال 10 كام مع 5. لو ده النق 6 او 7 او 8 ممكن نرسم دائرتين بس. يبقى لو حدد طول نصف القطر لا الكلام هيتغير. يبقى لو قال لي عدد الدوائر التي تمر بالنقطتين مسكن عدد لا نهائي. لكن لو ده نصف القطر، لو نصف القطر اللي اديتني اكبر من نص المسافه دي، اكبر من نص ال 10، نص ال 10 كام 5، يبقى لو 6 او 7 يبقى في دائرتين. طب لو نق اللي اداني ده قد نص المسافه بالظبط، بيساوي نص المسافه في دايره واحده بنسميها اصغر دايره، هنلاقي شكلها كده. يعني ده هي اسمه ايه؟ جواها قطر، يبقى اسمها اصغر دايره. امال لو عندي نق اداهالي اقل من نص المسافه، نص ال 10 5 اداهالي 4 ولا 3، مفيش دوائر، مفيش دوائر تمر بالالف والباء. يبقى لو قال لي عدد الدوائر التي تمر بالنقطتين واداني نق، لو نق دي نصف القطر اكبر من نص المسافه او دايرتين. لو نق دي اقل من نص المسافه يبقى دايره واحده. سوري، لو نق يساوي نص المسافه يبقى دايره واحده. لكن لو اقل من نص المسافه مفيش خالص، ليه؟ يبقى عندي نق اكبر من نص المسافه دائرتين، يساوي نص المسافه دائره واحده او اسمها اصغر دائره تمر بالنقطتين. لو نق اقل من نص المسافه، اقل من نص المسافه من الف وباء، يبقى لا يوجد دوائر. طب نفهم كده السؤال عشان التطبيق اهم حاجه. طيب يعني هنا مثلا يقول لي ألف وباء نقطتين في المستوى، حيث ألف باء 20 سم، يديني البعد من نقطة ألف وباء 20 سم. طيب إذا كان نقط ب 14، طيب نرسم الأول 20 سم كده، أدي عندنا هنا ألف ولا عندي هنا، نقيس كده. قسنا 20 سم، قلنا نعمل ايه؟ نوصل ده. تمام. المفروض اول خطوه اعمل ايه؟ ارسم محور تماثل. طب ارسم محور تماثل ازاي؟ نفتح البرجل بتاعنا اكتر من نص المسافه، هي دي 20، يبقى نص 10 نفتح 12 ولا 13، يبقى بالمسطره بتاعتنا كده هنقيس 12 ولا 13. نبدا نقيس كده. قسنا 13. طيب قلنا بعد كده ايه؟ هثبت سن البرجل عند 1000
واعمل قوس فوق واعمل قوس تحت. ثبت سن البرجل بالنبات، اعمل قوس فوق وقوس تحت. طيب الاحظ ان هم تقاطعوا في النقطه دي النقطه دي. هبدا اوصلهم كده باستخدام المسطره. عندنا هنا باستخدام المسطره نوصلهم يبقى رسمنا كده محور تماسك. كده احنا رسمنا ايه؟ محور تماسك. تمام. يبقى دي اول خطوه. طيب ركزوا معايا بقى هنكمل ازاي. يبقى اول خطوه انا عملت ايه؟ رسمت الالف باء طولها كام؟ طولها 20 سم زي ما هو قال. نص ال 20 كام؟ 10. تحت البرجل كام؟ اكتر من 10 12 13. ثبتنا البرجل دي. عملنا قوس فوق قوس تحت قوس فوق قوس تحت ووصلناهم عملنا محور تماسك. طب ليه الست بتعمل محور تماسك؟ اصل احنا قلنا اي دايره تمر بالالف والباء مركزها موجود هنا. طيب ركزوا معايا كده. هنسيب الالفاظ يا جماعه بس نصغرها شويه بس. ركزوا معايا. انا عايز ارسم دائره نصف طولها كام؟ 14. هفتح كده البرجل على 14 بالظبط. هنفتح كده البرجل على 14 بالظبط. بنثبت يا جماعه سن القلم عند الصفر والسن الثاني عند ال 14. تمام. نبدا بقى. يبقى احنا ده 14. حدد مركز الدائره ازاي؟ هنقف عند الف او عند باء واعمل كده بالبرجل بتاعنا سهل كده، وهنزل تحت برضه كده الناحيه الثانيه اعمل سهل كده. طيب يبقى احنا عملنا قوسين كده. ايه القوسين دول؟ القوس الاول ده مركز الدائره الاولى، القوس الثاني ده مركز الدائره الثانيه. هبدا ارسم دوائر. احنا كده فاتحين البرجل كام؟ فاتحين البرجل بتاعنا مسافه كام يا جماعه؟ مسافه 14 سم. ثبتنا هنا عند الف وعملنا قوس اللي هو المركز. ثبتنا عند الف وعملنا قوس اللي هو المركز. هو ارسم دايره اقف عند المركز، نقف عند المركز. وابدا ارسم الدايره بتاعتها كده وعلى جنب. ادي الدايره الاولى بتمر بالنقطتين اللي عندنا دول مين يا جماعه؟ الف وباء. طيب يبقى عندنا هنا بتمر اهو بالنقطه الف اهي وبتمر بالنقطه باء. تمام. هبدا ارسم كده المركز الثاني اهو اللي هو مين؟ نقف عند مين كده بسن البرجل. وابدا ارسم كده برضه الدائره الثانيه بتمر بالف باء. يبقى عرفنا نرسم كام دايره هنا؟ 2. لان نقطه هنا 14 المسافه 20 نصها 10. ده نقطه اكبر من نص المسافه يبقى في كام دايره؟ 2. فهمنا الفكره؟ طيب نشوف بقى. هنمسح كل الكلام ده تاني ونبدا نشوف كده لما نقف 10 اهو. همسح الدائره دي عشان ننجز الوقت وامسح الدائره دي. نمسحها خلاص. طيب عندنا هنا هبدا اعمل نقطتين الف وباء. المسافه بينهم كام؟ 20 سم. الف وباء 20 سم. نعمل 20 سم.
هبدأ أرسم محور تمام. هنرسم محور تمام بس أرسم بسرعة خلاص. انتوا عرفتوا ازاي نرسمه. طيب عندي هنا نصف القطر بكام يا جماعه؟ ب 10. نصف القطر ب 10. طيب ال 10 دي نص الكام؟ نص ال 20. المفروض هرسم كام دايره؟ اكيد واحده بس هنشوف ازاي. اول حاجه هبدا افتح المبنى بتاعنا 10 سم. نفتح المبنى بتاعنا كده 10 سم، هقيس انا كده 10 سم. قسنا 10 سم. ابدا اثبت سن البرجل عند ألف وابدا اعمل قوس. هلاقي القوس اللي انا برسمه جاي عندي النقطه دي. القوس دي القوس اللي هو النقطه دي. يبقى دي مركز الدائره، ما فيش غير دائره بس. هبدا ارسم الدائره بتاعتنا. اثبت سن البرجل كده وابدا ارسم الدائره بتاعتنا اللي هي تمر بالالف والباء. رسمنا الدائره. مفيش غير الدائره دي بس. يبقى اذا الف باء ده يمثل ايه في الدائره بتاعتنا؟ عباره عن قطر. يبقى الف باء يمثل قطر. فهمنا عن ايه؟ يبقى اذا دلوقتي هنا كان النقط اكبر من نص الالف باء. رسمنا دائره ايه؟ هنا نقط يساوي نص الالف باء. ايوه نص ال 20. يبقى رسمنا ايه؟ دائره واحده. طب هنشوف بقى لو نقط اصغر. طب احنا عارفين كده همسح كل ده ونشوف اخر فكره بقى. لو مدينا رقم 6 ده عندي 20 نصها 10 يبقى دي اقل من نص الف باء. المفروض هنا ايه؟ لا يبقى واحد. هنشوف كده. ده يبقى دلوقتي قانون مين؟ الالف والباء. انا هبدا بعد ما رسمت كل ده اقف عند الف او عند باء عشان احدد فين المركز بتاعها. طب هنقف عند الف او عند باء. وقفت عند الف كده وهبدا افتح. نفتح كام سنتي؟ 6. نعملها على المسطره كده 6. طيب ادي ثبت سن البرجل اهو. وهبدا كده اعمل قوس. الاقي ان المركز بتاعنا هو النقطه دي. ده مركز الدائره. فلما اجي ارسم الدائره هيبقى شكلها كده. هتمر بمين بس هنا؟ الف. يبقى اذا دلوقتي عندي هل الدائره دي مرت بالف وباء؟ لا. يبقى اذا ده يبقى يبقى المعلومه دي مهمه جدا. يبقى عندي 3 افكار. لو نصف القطر اللي اداني اكبر من نص المسافه من نقطتين يبقى دائرتين. لو قد نص المسافه دائره واحده اللي هو اسمها اصغر دائره. لو عندي نقط دي اقل من نص المسافه يبقى اذا لا يوجد دوائر. فهمنا الكلام ده؟ فهمنا احنا دلوقتي ناخد ملخص كده بسرعة. فهمنا لو عندي نقطتين، نقطة اسمها ألف ونقطة اسمها باء، قلنا كام دائرة تمر بالنقطتين دول؟ قلنا عدد لا نهائي. يبقى بيقول لي عندي نقطتين معلومتين ممكن تمر بهم كام؟ عدد لا نهائي من الدوائر. بس قلنا لو حدد طول نصف القطر. نفتكر مع بعض. قلنا لو عندي هنا مديني ألف وباء نقطتين، والبعد بين ألف وباء اللي هو النقطتين ألف وباء اللي هي القطعة المستقيمة مديني طولها مثلا طولها 6 سم. يبقى ألف باء دي 6 سم. لو قال لي ارسم دائرة نصف قطرها 4 سم أو نصف قطرها 3 سم أو نصف قطرها 2 سم. هنا ممكن نرسم كام دايرة، هنا كام دايرة، هنا كام دايرة. نفتكر احنا قلنا ايه. لو نق دي أكبر من نص المسافة، نص المسافة هنا كام يا جماعة؟ 3. نق أكبر من 3 دي 4 أكبر، يبقى ممكن نرسم كام دائرة؟ دائرتان. طب نق ب3 قد نص المسافة، يبقى دائرة واحدة وبنسميها يا جماعة أصغر دائرة تمر بنقطتين. طب نق عندي ب2 أقل من نص المسافة، لا يوجد دوائر تمر بالنقطتين، لا يوجد. ده الكلام اللي احنا قلناه. طيب ناخد سؤال كده اختيارات كده بيجي عندنا بيقول لي هنا ايه؟ عدد الدوائر التي يمكن رسمها وتمر بطرفي قطعة مستقيمة. يعني عندي قطعة مستقيمة كام دايرة تمر بطرفي القطعة المستقيمة؟ قلنا عدد لا نهائي. هو مش محدد أي حاجة هنا، يبقى عدد لا نهائي. إذا كان أ باء ب6 مديني قطعة مستقيمة طولها 6 سم. تمام.
فإن عدد الدوائر التي تمر بالألف وباء بالنقطتين وطول نصف قطرها 6. طيب بالراحة كده، نص المسافة دي كام؟ 3. طيب نق اللي مديه لي 6، مش النق هنا أكبر من نص المسافة؟ أيوه. يبقى إذا ممكن نرسم كام؟ يبقى دائرتان، يبقى دائرتان. يبقى إذا نصف القطر عندي ب6، طب نص المسافة 3، يبقى نق أكبر من نص المسافة يبقى دائرتان. بيقول لي إذا كان أ باء 8 سم فإن محيط أصغر دائرة تمر بالنقطتين دول. هو عايز أصغر دائرة، هو مديني البعد بين أ وباء بكام يا جماعة؟ 8 سم. قلنا إمتى أصغر دائرة؟ أصغر دائرة هيبقى نق بيساوي نص المسافة، يعني نق هيساوي كام؟ 4. هو عايز محيط أصغر دائرة، خلاص عندي النق أجيب المحيط بتاع الدائرة حافظينه إيه؟ 2 باي نق. يبقى 2 في باي في نق بكام؟ 4. يبقى 2 في 4 يبقى 8 باي. عندي هنا سنتيمتر، يبقى 8 باي سنتيمتر. خلصت على كده. طيب يبقى فهمنا نقطة واحدة عدد لا نهائي، نقطتين عدد لا نهائي، نقطتين وحدد نصف القطر. نشوف القواعد بتاعتنا. لو نق أكبر من نص المسافة دايرتين، نق بيساوي نص المسافة دائرة واحدة، نق أقل من نص المسافة لا يوجد. طب نشوف لو 3 نقاط بقى. لو عندي يا جماعة 3 نقاط، أنا عندي نقطة اسمها أ، وعندي نقطة اسمها باء، وعندي نقطة اسمها ج. عندي نقطة اسمها أ، وعندي نقطة اسمها باء، وعندي نقطة اسمها ج. عايز أعرف كده ممكن نرسم كام دايرة تمر بالثلاث نقاط؟ الثلاث نقاط دول على استقامة واحدة. ممكن أرسم دايرة تمر بالثلاث نقاط دول؟ لا، يبقى هنا لا يوجد. يبقى لو الثلاث نقاط على استقامة واحدة لا يوجد دائرة تمر بثلاث نقاط على استقامة واحدة. يبقى أي 3 نقاط على استقامة واحدة لا يمكن أن تمر بهم دائرة واحدة. طب لو 3 نقاط ليست على استقامة واحدة، 3 نقاط بس مش على استقامة واحدة، ممكن نرسم كام دايرة؟ ممكن نرسم دايرة واحدة بس تمر بالثلاثة. يبقى ممكن نرسم كام دايرة؟ دايرة واحدة. يبقى ممكن نرسم دايرة تمر بثلاث نقاط ليست على استقامة إيه؟ واحدة. طيب يبقى إذا دلوقتي لما يقول لي عدد الدوائر التي تمر بثلاث نقاط على استقامة واحدة أقول له 0، لا يوجد. عدد الدوائر التي تمر بثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة اللي هو دايرة واحدة. لو أنا وصلت النقاط كده أهو ببعض، ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مثلث. يبقى يمكن رسم دائرة تمر برؤوس مثلث. يبقى إذا يمكن رسم دائرة تمر برؤوس إيه؟ مثلث. ركزوا معايا. عندنا هنا المثلث ده والدايرة دي ليهم علاقة ببعض، لازم المصطلح ده هنعرفه. هنقوله دلوقتي، ركزوا معايا. عندنا هنا بسمي الدائرة دي دائرة بره المثلث، بنسميها دائرة خارجة عن مثلث. يبقى ما اسألني إيه المصطلح ده؟ إيه الدائرة الخارجة عن المثلث؟ هي دائرة تمر برؤوس الثلاثة. يبقى دائرة بتمر برؤوس الثلاثة. يبقى الدائرة بتمر بالألف والباء والجيم بنسميها دائرة بره المثلث أو خارجة عن المثلث. يبقى إذا لما يقول لي يعني إيه دائرة خارجة عن المثلث؟ هي دائرة تمر بالرؤوس الثلاثة بنسميها دائرة خارجة عن المثلث. طيب نروح بقى إزاي نجيب مركز الدائرة دي؟ طيب نعمل حاجة كده. نرسمها أكبر شوية. نرسم جواها كده مثلث. يبقى احنا الدائرة دي سميناها ايه؟ دائرة خارجة عن المثلث. طب ايه تعريف الدائرة الخارجة عن المثلث؟ هي دائرة تمر برؤوسه الثلاثة، تمر بالألف والباء والجيم. طيب عايز أعرف إزاي أجيب المركز بتاع الدائرة دي. أحدده إزاي؟ قال لي أروح للضلع الأول ده ونرسم له محور تماثل، وأروح للضلع الثاني ونرسم له محور تماثل، والثالث نرسم له محور تماثل. إيه محور تماثل ده؟ كنا عارفين كلمة محور تماثل خط مستقيم عمود على القطعة المستقيمة وينصفها. يعني هبدأ أرسم كده مستقيم كده
المستقيم ده هيعمل حاجتين، عمودي وينصف، يبقى ده محور تماثل للضلع الأول. يبقى رسمت مستقيم إيه؟ عمودي وينصف، بنسميه محور تماثل. أروح للألف باء أرسم له محور تماثل، برضه مستقيم عمودي وينصف. أبدأ أروح للضلع الثالث كده نرسم له محور تماثل. رسمت مستقيم أهو عمودي وينصف. يبقى أنا راسم كام مستقيم؟ 3. المستقيم الأول ده محور تماثل ألف باء، المستقيم الثاني ده محور تماثل ألف جيم، المستقيم الثالث ده محور تماثل الباء جيم. الثلاث محاور تماثل دول هيتقاطعوا في نقطة واحدة، النقطة دي هي مركز الدائرة. يبقى مسألنا على مركز الدائرة الخارجة عن المثلث، الدائرة دي اللي خارجة عن المثلث مركزها إيه؟ بقول له كده هي عبارة عن نقطة تقاطع. مستقيم ده اسمه إيه؟ عمودي وينصف، ممكن نسميه محور تماثل، وده عمودي. طيب هو نقطة تقاطع الأعمدة المقامة من المنتصف على أضلاع المثلث. نروح كده للنتيجة مكتوبة أهو. مركز الدائرة دي هو نقطة تقاطع الأعمدة المقامة على أضلاع المثلث من منتصفها أو محاور تماثل أضلاعه. يبقى المستقيم ده اسمه إيه؟ عمودي وينصف. يبقى إذا ده عبارة عن كم مستقيم؟ 3 مستقيمات مقامة، يبقى 3 أعمدة مقامة من المنتصف على أضلاع المثلث. يبقى لما يسألني بقى على المركز بقى أقول له إيه؟ ركزوا معايا كده. مركز الدائرة الخارجة لمثلث. أقول له إيه؟ هقول له حاجة من دول. هو عبارة عن إيه؟ عمود 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 وبينصف. يبقى إذا أقول له المركز عبارة عن نقطة تقاطع الأعمدة المقامة من المنتصف، مقامة من المنتصف على أضلاع المثلث. طيب ما كلمة عمودي ينصف اسمه محور تماثل. طب أنا هقولها بطريقة أحسن يا أستاذ. هقول كده نقطة تقاطع محاور تماثل أضلاعه. أضلاع مين؟ المثلث. فهمنا بس الكلام دوت؟ طيب خلاص يبقى احنا عرفنا المركز. هقول شوية حاجات كده ركزوا فيهم. ركزوا معايا كده في الملاحظة دي. أنا عندي هنا الدائرة دي اسمها خارجة عن مثلث، خارجة عن مثلث، خارجة عن مثلث. المثلث ممكن يكون مثلث حاد، ممكن يكون مثلث منفرج، ممكن يكون مثلث قائم. ركزوا معايا. كل دايرة بقى المركز بتاعها يبقى موجود في مكان مختلف. لو المثلث بتاعنا حاد هلاقي مركز الدائرة دي بداخل المثلث. يبقى لو المثلث حاد هلاقي المركز موجود فين؟ داخل المثلث. لو المثلث بتاعنا منفرج الزاوية كده هلاقي المركز بتاع الدائرة خارج المثلث. طب لو المثلث قائم هلاقي المركز بتاعنا في عبارة عن ده اسمه ايه في المثلث القائم؟ وتر. هلاقيه على الوتر وفي منتصف الوتر. يعني الوتر ده يمثل ايه في الدائرة؟ قطر. يبقى اسمه وتر في المثلث القائم لكن قطر. يبقى هنا فين المركز بتاع المثلث الحاد؟ بداخله. فين مركز المثلث المنفرج؟ خارجه. فين مركز الدائرة الخارجة عن المثلث القائم؟ المثلث القائم هيبقى في الوتر ومنتصف الوتر. يعني الوتر ده هيمثل ايه في الدائرة بقى؟ الوتر ده يمثل قطر في الدائرة. ودي معلومة مهمة جدا. مهمة ليه؟ لما أبدأ مثلا مديك دايرة كده ومديك هنا عندنا ألف باء وتر، ومديك هنا جيم، ومدي مثلا الزاوية دي 40 والزاوية دي 50، وبقول لك اثبت إن ده قطر. طب 40 و50 كام؟ 90. 180 ب 90. طب المثلث بتاعنا إيه؟ قائم. ما دام قائم يبقى ألف باء في المثلث وتر. يبقى ألف باء في الدائرة اسمه قطر. طب المركز فين؟ هيبقى في منتصف الألف باء، يبقى المركز موجود هنا. يبقى لو قال لي اثبت إن ألف باء قطر، أثبتت إن الزاوية دي ب90، يبقى المثلث ده قائم، يبقى أكيد الوتر ده بتاع المثلث القائم اسمه قطر. فهمنا الحتة دي؟ طيب يبقى المركز داخل المثلث، المركز خارج المثلث في المنفرج في القائم على الوتر وفي منتصف الوتر، والوتر في المثلث القائم وتر
في المثلث القائم. اسمه ايه؟ قطر في الدائرة. فهمنا الحتة دي؟ طيب ناخد كده ملاحظتين. بيقول لنا ايه؟ يمكن رسم دائرة. ممكن ارسم دائرة تمر برؤوس ايه؟ مثلث، مربع، مستطيل، شبه منحرف، متساوي الساقين. كل دول ممكن نرسم دائرة تمر برؤوسهم. طب لا يمكن رسم دائرة تمر برؤوس. متوازي أضلاع ما ينفعش، معين ما ينفعش، شبه منحرف بس ما ينفعش. شبه منحرف متساوي الساقين ينفع، لكن شبه منحرف بصفة عامة ما ينفعش. طيب أقول معلومة تاني. مركز الدائرة الخارجي عن المثلث، احنا فهمنا يعني ايه دائرة خارجة عن المثلث، بس قال لي مثلث متساوي الايه؟ الأضلاع. ممكن نقول المركز هنا، نقول كذا حاجة. أول حاجة زي ما قلنا من شوية، هو المركز عبارة عن ايه؟ نقطة تقاطع الأعمدة المقامة من المنتصف على الأضلاع بتاع المثلث، أو بنقولها بطريقة تانية، نقطة تقاطع محاور تماثل أضلاعه. دول اللي احنا قلناهم بصفة عامة لأي مثلث. أمال بالنسبة للمثلث المتساوي الأضلاع ينفع دول؟ ينفع دول، وينفع بقى حاجات تاني. لأن أنا لو المثلث بتاعنا متساوي الأضلاع، لما أجي أنزل هنا عمود، العمود ده هيعمل إيه؟ ينصف لي القاعدة وينصف الرأس. لما أنزل عمود هنا نفس الكلام. يبقى إذا اللي أنا برسمه ده ممكن أسميه في المثلث المتساوي الأضلاع ارتفاع، أو متوسط لأن ينصف الضلع المقابل، أو بينصف زاوية الرأس. فممكن أقول إيه كده؟ إيه المركز هنا؟ نقطة تقاطع. تقاطع إيه؟ ده الكلام ده في المثلث المتساوي الأضلاع فقط، يعني اللي هقولهم دلوقتي في المثلث متساوي الأضلاع فقط، لكن دول في أي مثلث. نقطة تقاطع، ركزوا معايا في اللي أنا هقوله دلوقتي. تقاطع إيه؟ متوسطاته، تقاطع المتوسطات، أو نقطة تقاطع ارتفاعاته، أو نقطة تقاطع منصفات زوايا الرأس. يعني ممكن المركز يبقى حاجة من دول لو المثلث متساوي الأضلاع. يبقى لو المثلث بصفة عامة وما قاليش متساوي الأضلاع يبقى دي أو دي في الاختيارات، لكن قال لي متساوي الأضلاع تنفع دي، تنفع دي، تنفع التلاتة دول. يبقى متوسطاته ماشي، نقطة تقاطع ارتفاعاته ماشي، نقطة تقاطع منصفات زوايا الرأس ماشي. طيب هناخد أسئلة اختيارات على الجزئية دي كده وركزوا معايا. بيقول لنا إيه؟ عدد الدوائر المارة بثلاث نقاط على استقامة واحدة. مفيش، يبقى صفر. عدد الدوائر التي تمر بثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة، اللي هي زي المثلث، يبقى دايرة واحدة. يمكن رسم نقط تمر بنقطة واحدة. نقطة واحدة ممكن نرسم كام دايرة؟ عدد لا نهائي من الدوائر. طيب عدد الدوائر التي يمكن رسمها وتمر بطرفي القطعة المستقيمة، يعني ممكن أرسم كام دايرة تمر بنقطتين؟ محددليش حاجة، يبقى عدد لا نهائي. يمكن تعيين، كلمة تعيين أو كلمة رسم دائرة بمعلومية. كلمة دائرة يعني دايرة واحدة، يبقى يمكن رسم دائرة واحدة. دايرة واحدة يبقى يمكن رسم دائرة. ثلاث نقاط على استقامة واحدة؟ لا. نقطتين؟ لا، ده عدد لا نهائي. ثلاث نقاط ليست على استقامة؟ أيوة، دي تعين دائرة واحدة. يبقى السؤال يمكن تعيين يعني رسم دائرة، يعني يقصد بها دائرة واحدة بس. نقطة واحدة لا تعين عدد لا نهائي، يبقى دي الإجابة بتاعتنا. ده سؤال مهم بيتكرر كتير. مراكز الدوائر التي تمر بالنقطتين أ وباء. لو عندي نقطتين أ وباء، المركز بتاع الدايرتين، المركز بتاع الدوائر اللي هتمر بأ وباء لازم موجود على مين؟ على المحور تماثل. المركز بيبقى موجود على محور تماثل. يبقى إذا مراكز الدوائر التي تمر بنقطتين أ وباء موجود على محور تماثل أ باء اللي هو عمود ينصف، يعني المركز لازم موجود هنا، يبقى على محور تماثل أ باء. طيب مركز الدائرة الخارجة للمثلث، قلنا مركز الدائرة الخارجة عن المثلث هو نقطة تقاطع ايه؟ قلنا أعمدة مقامة من منتصف أو محاور تماثل أضلاع، أهو في محاور تماثل أضلاع. إذا كان المثلث أ ب ج قائم في باء، نرسم كده مثلث. مثلث قائم الزاوية في باء، تمام. فإن مركز الدائرة المر برؤوسه، لو رسمت دائرة تمر برؤوسه، المركز هيبقى موجود فين؟
ده مثلث نوعي ده يا جماعة قائم، يبقى أكيد المركز موجود هنا على الوتر. الوتر اللي هو مين هنا؟ أ ج، يبقى في منتصف الأ ج، يبقى منتصف أ ج. عدد الدوائر التي مركزها النقطة دي، مديني محدد لي المركز يا جماعة، حدد لي المركز النقطة 7 و4، ومديني نقطة على الدائرة 3 و1، يبقى هو محدد لي دايرة بالظبط، عارف مركزها وعارف كمان طول نصف قطرها. لو جبت البعد ده يبقى أنا عارف حاجتين، المركز وطول نصف القطر، يبقى إذا عدد الدوائر هي دايرة واحدة بس. خلاص، مركزها معروف وطول نصف القطر، واحنا أول درس قلنا لتعيين دائرة لازم أعرف المركز وطول نصف القطر. فهمنا الحتة دي؟ لا يمكن رسم دائرة تمر برؤوسها، ما اقدرش ارسم دائرة تمر برؤوس، لسه قايلينها معين، مستطيل ينفع، مثلث ينفع، مربع ينفع. أسئلة كلها سهلة. يمكن رسم دائرة تمر برؤوس، معين ما ينفعش، مربع ينفع، متوازي ما ينفعش، منحرف ما ينفعش، يبقى إذا يمكن رسم دائرة تمر برؤوس مربع. أ ب ج د معين، نرسم كده أ ب ج د معين، فإن عدد الدوائر التي يمكن أن تمر بالرأس أ وباء وجيم. ألف باء وجيم بس، ألف باء وجيم. ألف باء جيم ده مثلث، يعني هو بيحكي على كام نقطة؟ 3 نقاط ليست على استقامة واحدة. ممكن نرسم كام دايرة تمر ب3 نقاط ليست على استقامة واحدة؟ دائرة واحدة، صح كده. بس جاب لي الصيغة تاني. طيب ألف باء، إذا كان ألف باء 6 سم، ألف باء 6 سم، تمام. فإن عدد الدوائر التي تمر بالألف والباء، تمر بالألف والباء وطول نصف قطرها كل منهما 6، لسه قايلينها. نص المسافة دي 3، ألاحظ نق 6 أكبر من نص المسافة، ما دام أكبر من نص المسافة يبقى ممكن نرسم كام دايرة؟ دائرتين. ألف وباء نقطتين في مستوى، وطول ألف باء 5.4. طيب نص دي كام؟ هتبقى 2.7. فإن عدد الدوائر التي طول نصف قطرها كل منهما 2.7، ألاحظ نق قد نص المسافة، يبقى ممكن نرسم دايرة واحدة فقط، يبقى دايرة واحدة. ألف باء قطعة مستقيمة طولها 4، ألف باء طولها 4، نصها كام؟ 2، تمام. فإن طول نصف قطر أصغر دائرة هتبقى نق قد نص مسافة، يعني نص مسافة 2 يبقى نق ب2، يبقى نق بيساوي 2. طول نصف قطر أصغر دائرة تمر بالنقطتين ألف وباء، طول نصف قطر أصغر دائرة تمر بألف وباء، مالها؟ طول نصف القطر بيساوي نص المسافة بين ألف وباء، يبقى بيساوي نق بيساوي نص ألف باء. ألف باء 10، طب يبقى نصف ألف باء كام؟ 5، فإن محيط أصغر دائرة، هو نق بتاع أصغر دائرة هيبقى بكام؟ ب5، طب يبقى المحيط 2 باي نق، 2 في باي نق ب5، يبقى 10 باي. ألف باء ج مثلث قائم الزاوية في باء، نرسم مثلث قائم الزاوية في باء. أدي عندي مثلث قائم الزاوية في باء، مديني هنا ضلعي القائمة ضلع ب6 وضلع ب8، من فيثاغورس هيبقى ده كام؟ 10، تمام. فإن مساحة الدائرة المارة برؤوسه، لو رسمت دايرة تمر برؤوسه عايز مساحتها. في الأول لما أرسم دايرة تمر برؤوسه، الوتر ده هيبقى إيه؟ قطر، يعني القطر كله بتاع الدائرة ب10، يبقى نصف القطر بكام؟ ب5، تمام. هو عايز مساحة الدايرة، مساحة الدايرة حافظينها باي نق تربيع، باي 5 تربيع 25، يبقى الإجابة 25 باي، يبقى الإجابة بتاعتنا 25 باي. كده يبقى احنا خلصنا الدرس وشكرا.